السلام عليكم. اهلا اخوتي خواتي في برنامجكم متصل الاوفسايد. جاكم مني ايوب محتاج. وليد الركراكي اسم كيخلق الجدل ما بين مدرب دار انجاز تاريخي في كاس العالم ومدرب اخفق في كاس افريقيا 2023. مدرب فئه كتمدحو وكتشوفو مدرب مناسب، وفئه كتنتقدو انتقادات شرسه ومستمره. واش هاد الانتقادات مبالغ فيها أما الانتقادات مبررة؟ أما هو خليط معقد بين النجاحات والإخفاقات؟ أم هو سوء التواصل بين جميع الأطراف؟ الركراكي كيتنتقد بزاف، خاصة نعترف أن الانتقادات ما جاتش من فراغ. فالإقصاء المرير اللي جا في كأس أفريقيا الفايزة خلى جرح كبير، خلى سخط كبير عند الجماهير المغربية. الكثير لم تستصغي الطريقة اللي تقصينا بها ولا الدور اللي تقصينا منه. المنتخب دخل البطولة بصفته مرشح وخرج من دور يعتبر على الجماهير مبكر بزاف. هذا شيء طبيعي، فالمدرب كيتحمل مسؤولية الإقصاء بحال أي مدرب في العالم. ثانيا، بعض الاختيارات التقنية ديال وليد الركراكي، من أكثر القرارات اللي كان خدها وليد الركراكي وما كانش على صواب فيها هو اختيار حكيم زياش باش يبدا المباراة الأخيرة اللي هي الكأس الأفريقية الماضية أمام زامبيا، خصوصا التأهل والصدارة الاثنين كانوا محسومين. ودخل بواحد من الركائز والعناصر الأساسية في المنتخب، والنتيجة كانت سلبية: إصابة حكيم زياش وغيابه عن المباراة القادمة اللي خلى فراغ لمستوى الجهة اليمنى، اللي أدى هو من بعض الأسباب التي أدت إلى الإقصاء المرير. فالأخطاء التقنية والتكتيكية اللي ارتكبها وليد الركراكي واللي كيرتكبها هي كتخلي الانتقاد شرس، حتى لو انتصر كيبقى ننتقدوه على واحد الخطأ تقني كان دار. وهذا النوع من الاختيارات هي اللي كتغذي الانتقاد وكتخلي الناس كتحط وليد الركراكي تحت المجهر ديال الاختيارات اللي هو بوحدو اللي كيكون واثق فيها، في حين الناس او بعض الصحفيين ما كيشطروش نفس الراي. ثالثا، عدم التواصل مع الصحفيين والمحيط، وايضا التصريحات اللي البعض كيعتبرها مستفزه. الركراكي مدرب صريح، واحيانا الصراحه كتكون سلاح ذو حدين. ممكن انك تعطينا الواقع بشكل واضح، وممكن انت كتقولها بواحد الطريقه اللي شخص ما غاديش يفهم الطريقه ديالك. ممكن انت قصدتي بها شي حاجه لكن هو غيفهم بطريقه مختلفه. طبعا اهم تصريح اللي نقدروا نعتبره هو تصريح الوليد الركراكي في نسخه الكاس الافريقيه الماضيه، فاش قال ما كنتمناش التوفيق، او قال ما كيهمنيش النجاح الفرق العربيه. يعني نقدر نفهموا من وليد الركراكي انه على المستوى الافريقي فالفرق العربيه هي منافسه عليه على لقب. يعني هو بالعكس هو من الافضل اللي تقصى مصر، من الافضل اللي تقصى الجزائر، ماشي تفادي اللعب مع هذه الفرق، لان الاقصاء مع الفرق ولو في النهائي كيكون عنده اثر كبير على الجمهور. عساك انك تقصى منه مثلا من ادوار متقدمه كما وقع لنا مع مصر في 2017 او حتى في 2021. هي ادوار كيعتبرها الجمهور مبكره، لا وتقسيت مع فريق عربي، فربما مشى مع الطرح. لكن بعض الجماهير المغربيه وحتى العربيه شاف انه هذا ما كانش تصريح مناسب، خصوصا الفرق العربيه كانت شجعت المنتخب المغربي في كاس العالم، وما كانش خصو يرجع لهم التقدير عوض ما يقدر ويحترم الفرق العربيه. لا كيستفزهم انه تيقول لهم لا انتم ما كنتمنىكمش التوفيق. فهذا تصريح جانب الصواب بالنسبه لوليد الركراكي. ماشي غير الفرق العربيه، حتى الصحافه لما كيناقشوا على مستوى الاختيارات الفنيه فممكن انه يكون حاد شويه في الهضره ديالو وصريح، ماشي صريح وانما كيهضر بعصبيه وبنرفزه، فما كتخلي الصحفي ايضا ما يكونش هو كيكون بل هو ايضا كيحمل اسئله تحمل اللوم اكثر ما تحمل سؤال ينبغي الجواب عليه. ما نساوش ان العلاقه بين الركراكي وبعض الصحفيين كانت متوتره لفترات كثيره. بدات لما كان مدرب للفصح الرياضي، وزادت الحده لما كان مدرب للوداد الرياضي.
والتوتر كان زاد اكثر لما ولا المنتخب المغربي ولا عليه الضغط كبير اكثر من الفترتين السابقتين. فين كيبان التوازن؟ حنا كنشوفوا مدرب دار انجاز تاريخي ما عمر دارتو شي فرقه عربيه ولا افريقيه، اللي هو نصف نهائي كاس العالم، وبالاخفاق كبير في اقصاء في الدور 16 من كاس الامم الافريقيه. كاين عمل وتنظيم على مستوى هويه المنتخب المغربي، وكاين ايضا استقرار عرفوا المنتخب المغربي على مستوى الثلاث سنين الفايته. وكما جهه اخرى كان اقصاء مرير من دوري ابطال افريقيا، اختيارات ما كانتش مناسبه على مستوى اللاعبين والتكتيك الذي كنلعبوا به، اللي كنا لعبنا تقريبا بنفس الطريقه، ما بدلناش، ما كانش هناك يعني مرونه في طريقه اللعب. وايضا عدم وجود تواصل ما بين الناخب الوطني والصحفيين والجماهير. بخلاصه الركراكي ليس فوق النقد. شنو مطلوب دابا؟ المرحله الجايه كتطلب هدوء ورزانه وتواصل ما بين الاطراف. عندنا مناسبتين قويتين، كاس افريقيا وكاس العالم، وهذه المرحله كتطلب هدوء اعلامي، وضوح اكثر في التواصل، قرارات تقنيه ومحسوبه مزيان، قرب اكثر من الراي العام. الضغط غيزيد واي خطا ولو صغير غادي يتضخم وغادي يكبر. بخلاصه الركراكي ماشي هو بطل خارق وماشي فشل كامل، هو مدرب نجح في فتره تاريخيه وفشل في فتره تاريخيه اخرى. الحكم على الركراكي خاص يكون بالميزان، ما كاينش دفاع اعمى ولا هجوم مجاني، بل خصنا نوازنوا جميع الاشياء من نهار جا المدرب الوليد الركراكي الى نهايه كاس افريقيا. نتمنوا التوفيق للمدرب الوليد الركراكي، ونتمنوا اننا نوفروا لجميع الظروف باش يدخل هذه المنافسه، وان شاء الله يساليها بتتويج المنتخب المغربي بكاس افريقيا 2025. كان معكم ايوب محتاج. الاهم هو الراي ديالكم. واش كتظنوا ان الوليد الركراكي يستحق الانتقاد اللي تنتقدوا، او علاش كتشوفوا ان الانتقاد ربما يكون مبالغ وان الركراكي اضاف شيء للمنتخب المغربي؟ السلام عليكم.